بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم من الله ورسوله الذين آتوا أمرهم سيروا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير مسجد الله وأن الله مغفر الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مسجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم فاعتقدوا إليهم التوبة مدة إن الله يحب المتقين إذا سلم الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل حسن فإن تابوا وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم إلى من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أن ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فيكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم واستقيموا لهم إن الله يحب المتقين يظهرون عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إما الموتى ما كانوا يعملون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المتقون وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الذين وسلوا آياتهم أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فاقتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يهتدون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدوك أول مرة أتجاهلهم الله أقوى تجاهلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويعذبهم عليهم ويقتلون قوم مؤمنين ويطول الله من يشاء والله عليم تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك في ضلال وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وشهد الله أولئك يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يحسبون أن الله ولا يحسبون الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولى منهم فأولئك هم الظالمون وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ثم وليتم مدبرين سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأزواجهم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يدعون على الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله وما حل الله لا يجرم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرون ولا كل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا خفافه وثقاله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا يتزعم زعما يؤمنون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يجدون ملجأ أو مغارات ومنهم من يلمزك في الصدقات ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا الصلوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منهم والذين يتبعون رسول الله يوم الآخر لكم يرضوكم الله ورسوله ويرضيه خيرهم واعلموا أنه من يحادد الله ورسوله وأن لهم نار جهنم خالدا فيها ذلك خزي عظيم تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم وتتبعون الله ويجرون أرسلت يقولن إنما كنا نقول ونغمون بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كفرتم بعد إيمانكم إن يرفع طائفة منكم تعزت طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ونسيوا إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم لعنهم الله وعذاب كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفقات أخذهم الله بالسيئات فما كان الله ليعلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغيرهم معهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد
إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من عزم ولي ولا نصير وإن أخطأنا فلينا صدقن ولنكونن من الصالحين أتوا بفضل والذين لا يجدون إلا جهدهم فيصبرون بمن سخر الله منهم تستغفر لهم أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم يخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لن تغفروا بحرم الله جهنم يجدها لو كانوا يقولون قليلا ويكون كثيرا ساء بما كانوا يكسبون فدعاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا وإن فإنكم رضيتم بالقعود أول مرة فارجعوا مع الغالبين أحد منهم مات أبدا ولا تقل على قلبه إلا كفر بالله ورسوله وماتوا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهقهم أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله سنة الله لكم وأعلنكم مع الغوالب يطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز جاء المؤذنون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ويسير الذين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا لله ورسوله وعلى المسلمين من سبيل والله لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حتى لا يجدوا ما ينفقون الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع
إذ نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أمركم عند الله وصلوات الرسول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد ومما حولكم من الأعراب منافقون ومن المدينة مردوا على النفاق لا تخافون فنعلمهم ونعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الله يتوب عليهم عليهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم بصلواتك سكن أن الله هو يغفر التوبة عن عباده والصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون مرجعون لأمر الله ما يعذب وإما يتوب عليهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه